هيكون معانا البوابة الأخيرة إن شاء الله النهاردة. في السيكونس بتاع البوابات عشان بعد كده نشتغل عليهم عملي. احنا كده أخدنا المرة اللي فاتت الإكس نور وقلنا عليها. هنلاقي إن شاء الله هعمل عليهم ملفات أسئلة نقعد نحلها مع بعض إزاي بيجوا في الامتحان. كل اللي محتاجه منك إن احنا أخدنا سؤال لو الصفر المرة اللي فاتت كان أود، يعني الصفر هيكون عدد فردي، معنى كده إن الحد التاني هيكون واحد، فهيكونوا مختلفان. في حالة إن هما مختلفان هيدينا إيه؟ هيدينا صفر. طيب، هناخد النهاردة البوابة اللي موجودة معانا والأخيرة، وهي بوابة النند. بوابة النند، النند جيت. حلو، دي البوابة اللي هناخدها النهاردة. طيب، النند جيت دي هي بتكون عكس الأند، يبقى هي بوابة بتكون عكس الإيه؟ عكس الأند. تمام؟ هي بوابة بتكون عكس الإيه؟ الأند. كنا فاهمين إن الأند بتضرب، فبالتالي بالبديهيات لما اجي ارسم الرسمه هرسم رسمه الاند اللي هي حرف الدي، وانا بقول عكس يبقى عندي اتنين انبوت وهنطلع منها الاوتبوت اللي عندنا عادي. ادي هنسمي ده اي اي وده اي بي. حلو اهو. ودي هنسميها الايه؟ النند اهي. وهنجيب هنا الاوتبوت اللي عندي. انا بقول عكس، طالما بقول عكس يبقى انا هاجي اعمل بابليك هنا عشان اعكس. حلو. طيب انا كده خلاص فهمت اللي انا الرسم وفهمت الدياجرام بتاعها. محتاج اعرف عدد المدخلات اللي عندي. عدد المدخلات اللي عندي هيكون اتنين، فهيكون اتنين اس ان اللي هو هيساوي اتنين اس اتنين هيساوي كام؟ هيساوي اربعة. هاجي ابني التراست تيبل بتاعي اللي هو هيكون في اربع حالات اهو. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي اي اي وادي اي بي وادي الاوتبوت. ادي الاي وادي البي وادي الاوتبوت. اربعة يبقى واحدين صفرين، واحد صفر، واحد صفر. انا هنا بعمل ايه؟ بضرب واعكس الواحد في واحد بواحد. انا ضربت، هعكس الواحد يبقى ايه؟ بصفر. الواحد في صفر بصفر، اعكسه يبقى بايه؟ بواحد. الصفر في واحد بصفر، ماشي، اعكسه يبقى بواحد. الصفر بصفر بصفر، اعكسه يبقى بواحد. تمام. يبقى البوابة ديت بتطلع لي صفر بس لما يكون الدخل عندي بتاع الانبوت الاتنين ماشي بيكون بإيه؟ بواحد. طيب، البوابة دي ليها بتتكتب ازاي؟ بتتكتب بالشكل ده، ان الاوتبوت بيساوي ار اي في اي بي منفي الشرط عليهم كلهم. طيب يعني هو ده شكلها وممكن تيجي شكل تاني اللي هي الاي اي النجمة في الاي بي كل منفي. وممكن شكل تاني شبه ما احنا واخدين اي اي في الاي بي كل منفي عادي. لا كذا شكل. تمام. طيب، تعالى نثبتها بالراحة. انا لسه ثابتها هنا بس هثبتها لك تاني بالتفصيل عشان تبقى فاهم. انا هيبقى عندي جدول اهو، والجدول ده هحط فيه الاي اي والاي بي. تمام. وهحط فيه الاتنين منفيين، الاي اي وادي الاي بي، وادي الجدول الاخير اي اي مضروب في اي بي. وبعد كده هجيبهم الاي في البي كلهم منفيين. طيب، انا عندي ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة بأربعة، ادي واحدين صفرين، واحد صفر، واحد صفر. انا كده بقيت الجدول بتاعي عشان اتنين أس اتنين بأربعة وكده. اضرب في بعض، واحد في واحد بواحد، الواحد في صفر بصفر، الصفر في واحد بصفر، الصفر في صفر بصفر. اعكس يبقى صفر واحد واحد واحد. الخارج هنا الاوتبوت هنا اللي طلع لي ده، اوتبوت اللي طلع لي هنا هو الاوتبوت ده. تمام يا شباب؟ تمام. صفر واحد واحد واحد، صفر واحد واحد واحد. ده البوابة بتاعة النان. ليها اي سي برضه هنشتغل عليه. الاي سي بتاعتها من عائلة الأربعة وسبعين برضه، كلهم من عائلات الأربعة وسبعين. ماشي، الأربعة وسبعين صفرين، ده اسم الاي سي بتاعها.
في سؤال بأمانة قابلني ممكن يجي، عايز أسأله لكم. تمام. طبعا السؤال اللي على البوابة ديت عشان تبقوا عارفين برضه تجاوبوا عليه تحت. البوابة ديت بتدينا صفر لما يكون الانبوت والاوتبوت بيساوي واحد. حلو. طيب هي بقى بتدينا واحد، ماشي، فاحنا حالة من الحالات الآتية: لما يكون الواحد بإيفن، أما يكون الصفر بأود، لما يكون الواحد والصفر أود، أو لما يكون الواحد والصفر أود والصفر إيفن. جاوب على السؤال ده وعرفني بيه. عد التاني كذا حتة، الحتة الأخيرة دي، وحاول توصل للإجابة. تمام. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله لكم، السؤال ده يعني للشباب عندي، بيقول لك أنا عندي 2 أس n. حلو. لو أنا عايز قانون أجيب منه عدد الصفوف، عايز أعرف عدد الصفوف في أي لوجيك عندي، هجيبه إزاي؟ عدد الصفوف ده هيساوي n ولا هيساوي الأس؟ يعني أنا مثلا بقول 2 أس 2 ب4، ماشي، فأنا عايز عدد الصفوف، هو n ولا الأوتبوت اللي خارج من 2 أس n، ولا n على 2، ولا 2n على 2؟ تمام. دي سؤالي، عدد الصفوف اللي هو الرو. تمام. الكولوم بقى هي نفس، هيبقى بn، ماشي، ولا هيكون الأول برضه بوت 2n، ولا هيكون الاوتبوت 2n، ولا هيكون ناتج الاوتبوت 2n اللي هو ده على الاتنين، ماشي، ولا اتنين، ولا n على الاتنين؟ فكر في السؤال وجاوبه. تمام. وان شاء الله نحله في المرة الجاية بإذن الله يعني. تمام. احنا كده خلصنا التتابع ده، نحل السؤالين ده المرة الجاية، وان شاء الله نبدأ نشتغل عملي بإذن الله.